السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة عملنا وصفة الفينو عشان المدارس طبعا وعشان الاولاد. بجد يا جماعة جربوه، حلو جدا جدا. الطعم خرافة، احلى من بره بكتير واقتصادي جدا جدا. يعني محطناش اي حاجة، كل حاجة موجودة في البيت، دقيق ومية وخميرة بس، مش اكتر من كده. اقتصادي جدا جدا والطعم تحفة والنتيجة هايلة جدا وهتعجبكم. واتفرجوا على الفيديو للآخر هتستفادوا كتير، والطريقة باينة قدامكم اهو، حلوة بشكل تحفة تحفة. يعني الطعم والتسوية على فكرة انا بحبه يعني مستوي كده بالشكل ده. يعني فاللي حابب يعني يكون لونه فاتح ماشي تمام. هنا بصوا، جبت البولة وحطيت معلقة ونص خميرة فورية، وهحط معلقة ونص سكر. حطيت معلقة ونص سكر ومعلقة ونص بيرة او خميرة فورية ومعلقة خل. وهنحط يعني حوالي ربع كوباية مية دافية. ده كده ايه، هنعمل زي محسن للعجين. هدوبهم كده حلو مع بعض، وبعد كده هنزل بالدقيق. اللي عجنته ده النهارده حوالي كيلو الا ربع دقيق. كان كيلو دقيق اخدت منه حوالي كده ربع كيلو. وده كده كيلو الا ربع. تمام. الميه على حسب ما العجينه بتاخد يا بنات، عشان انا ما حطيتش مقدار الميه. انا بعجن على حسب، اصل كل نوع دقيق وليه ايه الميه بتاعته. فالميه على حسب ما العجينه هتاخد معايا. العجينه بتاعت الفينو هتكون عجينه طريه ملزجه في ايدي، لازم تكون ملزجه عشان يطلع العيش حلو وهايش ومنفوخ كده ومش مكتوم. تمام تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كملوا الفيديو للآخر هتستفادوا كتير، وهتعملوا وصفة حلوة لأولادكم توفيرا في المدارس. ولسه هنعمل وصفات أحلى وأحلى. بص، هنا دي إضافة من عندي، حطيت لبن بودرة. لو ما عندكيش مفيش إشكال نهائي يعني، ولا تكلفي نفسك. عندك لو لبن برضو سايب ماشي حط، ما عندكيش الاتنين مش ما تكلفيش نفسك. يعني اعجني على طول. وربع معلقة بيكنج باودر، يبقى حطيت معلقة ونص خميرة ومعلقة ونص سكر ومية دافية. وبعد كده نزلت بالدقيق، هحط عليه ربع معلقة بيكنج باودر. وكنت هنا معايرة السكر نص كوباية، اخدت منه المعلقة ونص وبعد كده حطيت الباقي. هقلب كل الموضوع ده مع بعض وهنزل كده بالمية وهبتدي اعجن. هتفضلي تعجني تاني، بكرر كذا مرة. وهنا حوالي 3 معالق زيت بس، وهنعجن يا بنات. هكرر تاني في العجين، لازم نعجن كويس جدا العجين عشان يديني كده نتيجة حلوة. انا دلوقتي لازم اي مخبوزات مبدئيا قلت لكم تعجنوا فيها على قد ما تقدر. يعني تعجنوا كده عجين حلو لحد ما توصل القوام كده، العجينة تكون ناعمة جدا في ايدك وملساء كده وحلو. كنت هنا بحط المية، بعير المية كل ما ادوب الدقيق يعني بحط في المية عشان ايه، ما المية ما تغلبنيش وتطلع معايا العجينة سايبة واروح احط دقيق تاني. لا، انا كده بحط كل ما يعني اضيع الدقيق اروح احط ايه شق مية كده. وهفضل اعجن 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 لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. شاهدوا الفيديو للاخر هتستفادوا ان شاء الله كتير. وبالله عليكم شاهدوا الفيديو، حطوا لنا اللايك يا جماعة عشان الفيديو يترفع، والقناة عشان الفيديوهات ضعيفة جدا جدا والقناة هتهبط كده. فشاهدوا الفيديو وعلى القناة، يعني عايزاكم تشاهدوا الفيديو على القناة. يعني اللي يشوف الصفحة على الفيسبوك يخش على القناة برضه يشاهد الفيديو. بالله عليكم يعني شجعونا عشان الفيديو يترفع معانا. يعني ده طلبا، يعني مش امر يا جماعة، عشان انا بحبكم في الله طبعا وانتوا اخواتي وانا عشمانة فيكم يعني. فعشان عايزة الفيديو كده يترفع معايا.
فما تستخسروش فينا اللايك ومشاهدة الفيديو، ولو حبيتوا تشيروه بين اصحابكم شيروه كده. بص انا بعجن فيها عجن حلو جدا، وباخد ودي كده ولت واعجن فيها عشان زي ما بلت واعجن معاكم كده يعني، عشان ايه اوصل للقوام الحلو. بصوا حطيت هنا حبة يعني حطيت ال3 معالق زيت، ويعني فضلت حبة كده في المج بلم بيها العجينة عشان ايه تكون ناعمة معايا كده وحلوة. كده انا كنت ايه جربت اخلص عجن تلم من كده العجينة معاكي هتطلع معاكي. بصوا المخبوزات دي، بصوا العشق بتاعي وهم يا جماعة، بحب المخبوزات والعجين بتاعها حلو جدا. لو خصوصا لما اوصل للقوام ده بيبقى كده تحفة يعني. اللي بيعجن وبيتفرج عليا ووصل للحتة دي فاهم انا بقول ايه يعني. القوام بتاع العجينة ده بيكون حلو جدا، الملمس بتاعه بيكون حلو جدا. فانا فضلت اعجن كده يعني لما طلعت عينها عشان عطتني كده عجينة حلوة وناعمة. بصوا ناعمة كده حلوة وملساء كده. كده هخلصها وهدهنها زيت وهسيبها لما تخمر معانا هتضاعف الكمية، وهنبتدي كده شغل فيها. بس جربوا طريقة الفينو دي يا جماعة، هتوفر عليكم كتير وحلوة جدا اقسم بالله. يعني انا عملت كمية كبيرة من كيلو الا ربع دقيق يعني ب20 جنيه. هتروحي تجيبي ب20 جنيه فينو مش عارفة يديكي كام صباع دلوقتي. والطعم مش حلو زي ده بجد، حلو جدا. ولسه معانا هنعمل وصفات تانية للمدارس عشان العيال ما تزهقش طبعا من السندوتشات بتاعت الجبنة والفينو واللانشون والحاجات دي. غطيتها كده بكيس وهسيبها تخمر، وهوريكم كده ان شاء الله لما اتضاعفت كده وهنشتغل ازاي. بصوا كده بسم الله ما شاء الله كانت كده خمرت معايا. حطيتها كده بوكس وهلمها كده وهفردها معاكم. وبصوا كان بصوا منظرها تحفة والله العجينة. انا طبعا كده عشان انا تعبانه ومقدرش اقف على رجليا كده حطيتها على الصينيه وبفردها انا وقاعده وهقطع معاكم وهعمل الشغل كده احنا وقاعدين. كده انا بقطعها كور واحطها كده اخلص تقطيع على طول وهفرد على طول، مش هسيبها تخمر. لا الخمر التاني لما اشكل الصوابع تحت الفينو. يعني انا كده خمرت بقطعها وهي كده مرتاحه وحلوه هشتغل فيها على طول. وبعد كده اما اشكل صوابع الفينو هي هنخمرها تاني. هنخمرها ما تسيبهاش برضو تختمر كتير يعني، تبقى خلاص فاضل سيكة كده عليها. تروحي ايه مشكلاها ومدخلاها الفرن عشان الرغيف ما يتنفش اكتر ويبوظ كده ويبقى شكله مش حلو يعني. كده خلصت الكمية كلها، هي باينة في الكاميرا كده الكرة كبيرة يعني. بس في انا وبعمل اخدت ال3 الكبار دول عملتهم على 2. بص يا بنات انا كده بفرد بالطريقة دي هتعملي الكورة على شكل مستطيل. بصوا انا ايه دهنت الصينيه بتاعتك او الرخامه او الطبليه او اللي انت بتعملي عليه. بصوا دهنه بسيطه خالص من الزيت ما تسكرش، وكمان النشابه عشان ما تلزقش مني عشان اعرف افرد. بصوا فردتها كده مستطيل عشان تبقى شفافه. وبصوا يا بنات هبرم ازاي كده، هاخد كده وتبرمي كده الصباع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني حلو جدا. وهبصوا تيجي الناحيه دي وتجفلي حلو خالص، جفليها حلو حلو كده عشان ما يفكش منك لما تخمر. وفي الخبيز لما تخمر هيفك، وفي الخبيز هتدخليه الفرن هيفك منه. فانت هتجفلي كده وتبرميها وتجفلي من الجناب وتحطي الناحية اللي احنا جفلنا فيها من تحت. هتبقى بالطريقة دي. هنعمل واحد كمان عشان تاخدوا بالكم وتستفادوا. بصوا يا بنات خلصت على طول اهو كده. هبططها عشان انشط الخميرة فيها وهفرد كده. زي ما قلت لك هتاخدي كده هتفرديها كده على شكل يعني مستطيل مش دايرة. وبعد كده تاخديها تبرميها. بس اهم حاجة يا بنات في الرغيف التكفيل، لازم تضغطي على التكفيل عشان هي الرغيف لما يخمر معاكي هيفك.
تروح تدخليه الفرن هيفك معاكي في الخمر. تمام يا بنات، وصلت المعلومه؟ يا رب كنت استفدتوا وصلت وعرفت اوصل المعلومه كده بطريقه سهله وبسيطه. زي ما انتوا عارفين ان فيديوهاتي مبسطه عشان المبتدئين. هنا تقفلي كويس خالص جدا، تقفليها كده ما تخافيش مش هيحصل حاجه، وتضغطي عليها وتقفلي من الجناب كده وتبرميها. وبعد كده ايه يا بنات، هتحطيها على الجنب اللي من تحت عشان ما تبانش كده في الخمر، وشكل ايه الرغيف يبقى ايه مش حلو معانا كده. كنت بس انا عملت عيش اول حاجة الكبير كده، كنت خلصت الكمية، وهعمل واحدة كمان معاكم عشان ما نطولش على بعض في الفيديو وتستفادوا. اللي عملتهم دول الاول يا بنات عملتهم فينو كبير، وبعد كده هعمل ميني فينو، وبعد كده عملت حوالي 3 كايزرات برضو كبار. حبيت اوريه لكم يعني ممكن الطفل ياخد 2 من الكبير او كايزرتين مع فاكهة طبعا وخضار حلو جدا، بس يا ريت ياكلوهم. حتى انا مغلبيننا ما بياكلوش بيرجعوا بيهم. المهم عشان ميزهقوش برضو نحاول نغير كده في السندوتشات، ونحاول نديهم خضار وفاكهة على قد ما نقدر عشان يركزوا كده في ايه في الحصص. الله المستعان. بصوا كده هبرمها كده برضو وهجفل تاني. بصوا هجفل تجفيل كده حلو، وبعد كده هلفها كده واروح ايه حطاها. اهم حاجة التجفيل يا بنات، وتحط الناحية دي من تحت عشان لما تخمر معانا ما تبانش يبقى شكلها ايه مش حلو. تمام. يا رب اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي اللايك وعشان نستفاد كلنا مع بعض. وده كده كان شكل العيش بعد ما انا خلصته تقطيع. بصوا المنظر تحفه. الكايزرات اهم بس كبار برضو. انا حبيت اعملهم كده عشان هم كانوا عايزينهم زي ما بالحجم ده للعيال، عشان يحطوا لف شريحة اللانشون والجبنة. على فكرة انا خلصتهم من هنا واتخطفوا، يعني برضو الكمية اللي انا صورتها مش هي دي، اتاكل منهم عبات ما صورت وكده. هنا كنت بدهن كده الوش لبن. بصوا كنت هنا بتدهن الوش لبن ماشي، وبعد كده هنحط السمسم. ما عندكيش لبن عشان احنا قلنا اقتصادي على فكرة. لو ما عندكيش برضو، انا كانش عندي لبن، حطيت معلقتين لبن بودرة وعليهم مية مغلية وعملت كده الوش. لو ما عندكيش ده ولا ده مية كوباية بس عايزة بخاخة. لو في عندك بخاخة نضيفة بتاعة المخبوزات حط مية وعليها معلقتين زيت ومعلقة سكر وبخ العجينة هتطلع معاكي حلو. والعجينة دي اقتصادية من بتاع الطابونة يا جماعة، لان انا يعني بنحكي له بيقول لي لو حطينا بيض على الوش والكلام ده هنجيب بيض منين ويعني هنكفي ازاي. فانا جبت سر الخلطة دي من بتاع الطابونة نفسها بتاع الفينو، بيعملوها كده بمية ودقيق وخميرة وشكرا، مفيش اي اضافات تاني، بتطلع معانا تحفة زي ما طلعت معانا كده اقتصادية. بصوا يا جماعة المنظر تحفة. بصوا الطراوة بتاعت العيش بسم الله ما شاء الله. كنت لسه مطلعاه من الفرن. هتطلعيه من الفرن هتبخيه بالبخاخة برشة مية كده وتغطيه بكيس وفوطة وبعد كده هترفعي الغطا عليه. بصوا التوريج بتاع الفينو بسم الله ما شاء الله. العجينة نجحت معانا وطالعة زي الفل، والعيش مستوي فوق وتحت. فبتاع الفرن بيقول له مستحيل نحط بيض وزبدة والكلام ده، يبقى هنعمل ده كده يبقى مش اقتصادي، وهنجيب منين بيض ومش عارفة ايه كده. فده انا جبت يعني السر بتاعه من بتاع الافران اللي هو ميه ودقيق وخميره وشكرا على كده. حتى الوش ما دهنتوش بيض يا جماعه زي ما انتوا شفتوا. واللي ما عندكيش لبن ممكن تدهنيه زي ما قلت لك ميه على سكر على زيت بالبخاخه وترشيه. طبعا المنظر يتحدث عن نفسه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. العيش طلع معي طري جدا
واللون ده انا بحبه على فكرة، يعني لو عايزة تطلعي لونه فاتح اكتر من كده تمام زي ما تحبي، بس انا بحب اللون ده، بيديني كده تحميصة حلوة والطعم خرافة، خصوصا بالسمسم وطري ومسكر كده معايا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني مش عايزة اقول لكم، ده الكايزر بعد ما استوى برضو الطعم كده تحفة، ومن جوه هشاشان. هفتح لكم واحدة كده من جوه كده، والقلب بتاعها هاشش وحلو. يعني بسم الله ما شاء الله، جربوها مش هتندموا ان شاء الله. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة. بصوا هشاشان اللبابة بتاعت الكيزراية حلوة جدا، اللهم بارك. يعني الكمية حلوة، مع ان الاولاد كلوا منها يعني. وده الميني كايزر معانا اهو الصغير اللي عملته، قصدي ميني فينو الصغير. وبالهنا والشفا طبعا للي اكل، وبالهنا والشفا ليكم. وكملوا الفيديو ان شاء الله تستفادوا، وتابعونا على قناة اليوتيوب وعلى الفيسبوك بمية محمد اسيوط. ارفعوا لنا الفيديو وحطوا لايك، ما تستخسروش فينا اللايك والمشاهدة، عشان زي ما قلت لكم الفيديو اترفع. بحبكم في الله وانتوا احلى اخوات. وهنا بصوا يا بنات، كانت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. يعني طلعت معانا برضو كمية حلوة ومحترمة، والحجم يعني كبير. لو احنا هنعمله زي اللي بنشتريه او عايزاه صغير براحتك برضو، شكليه زي ما انت عايزة. زي ما قلت لك اللون مش يعني، هو بصوا باين في الكاميرا غامق يعني، بس والله العظيم هو حلو جدا ومستوي ولونه حلو. لو عايزة تطلعيه على لون اهدى من كده يبقى تمام، بس هو الاضاءة او الكاميرا هي اللي مطلعاه بالطريقة دي، بس هو في الطبيعة حلو جدا. الطراوة بتاعت العيش والطعم. يبقى كده احنا كده مشينا صح، وامشي على الخطوات هتنجح معاكي من غير بيض ولا زبدة ولا سمنة. طريقة اقتصادية ومن سر الخلط او المكونات من بتاع الفرن نفسه. وجربوها مش هندم. طريقة الحفظ يا بنات، عايزة تحفظيه ازاي؟ تسيبيه يبرد تماما، وجيبي اكياس او اطباق اللي عندك موجود يعني، تحطي كده في الكيس وتغلفيه يعني كده، طلعي الهواء منه وتلفيه كويس وشيليه في الفريزر. تطلعيه بسم الله ما شاء الله يفك في الفرن او الميكرويف، او لو ما عندكيش الاتنين حطي حله على النار وعليها مصفايه ببخار الميه، لفيهم في كده في فوطه هيطلع معاكي زي الفل. شكرا على المتابعه.